أطيب شوربة عدس مع القرع. بنحتاج بطاطا، جزر، بصل وكمية من القرع. بنجيب عدس وبنغسله كتير منيح لحتى تصير المية تبعته شفافة. بنقلي البصل بزيت الزيتون ونستنى لحد ما يصير ذهبي. بنضيف عليه العدس وبنضلنا نقلب العدس معه. بنستمر في تقليب العدس لحتى ما تحسوا انه صار بلزق بقاع الطنجرة. هاد بيعطي طعم كتير طيب للعدس، كأنه بتحسوه بنقلى. بنضيف بعدين الجزر والبطاطا مبشورين والقرع، بنقلبهم مع العدس والبصل كتير منيح كمان مرة. بعدين بنضيف مي مغلية مع مكعب ماجي، أو يفضل مرقة الدجاج تكون عندكم مثلا مفرزة بالفريزر، بتغلوها بعدين بتضيفوها على العدس، بيطلع كتير أطيب. بعدين بنتركه على النار لحتى يستوي تماما على نار هادية. بعدين بنخلطه على الخلاط وبنرجع بنضيفه مع شوية مرقة إذا كان كتير جامد. بنضيف عليه البهارات، كركم، بابريكا، كمون وشوية فلفل أسود. بنخليه لحتى ما يغلى على النار، وألف صحة وهنا. لازم تجربوها قد ما هي طيبة، أنا متأكدة إنكم ما رح تغيروها. خبروني بالتعليقات شو رأيكم فيها.